السلام عليكم. قعدت كده شوية مش لاقي حاجة أدوّر عليها وأعملها، نعمل عليها react ونعمل عليها مشهد بصوتنا والكلام ده كلّه ونعلّق يعني كالعادة. فقُلت بما إني كده باحب طبعًا الصوتيات والدوبلاج والكلام ده كلّه وباحب أسمع الوثائقيات وباعملها، فقُلت أدوّر على أي حاجة على قناة National Geographic أبو ظبي، خصوصًا في حوار الحيوانات، باحب أنا أوي البرامج دي. وأنا باقلِّب برضه ما فيش حاجة، ما لقيتش أي حاجة، ففجأة أنا بابُص لقيت الNational Geographic عندنا هنا كلّها، في إيه، في تمساح ضخم، كائن وحشي ظهر عن جنبنا في الشرقية، ده هنا في بلبيس، في مصرف الزوامل، وعامل قلق وبتاع وليلة صعبة أوي. قال هنا! طب ما إحنا يا جماعة عندنا أهو National Geographic موجود عندنا أهي، إيه اللي يخلّيني بقى أروح أتفرّج برّه؟ طب ما نتفرّج هنا. المهم National Geographic عملت بعثة وراحت هناك عشان تغطي الموضوع، ومعاها Netflix وهيعملوا فيلم وثائقي عن الحوار، وهيعملوا لقاء مع ناس هناك، مع ناس مختصين ومع ناس من أهل البلد، واخد بالك، وهنشوف الدنيا عملت إيه في التمساح ده اللي قعد روّع وتعب الأهالي أيام لحد ما اصطادوه. يالّا بينا. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة برنامج أنا وحش، من براري إفريقيا الجامحة إلى سهول ألاسكا إلى أحراش الشرقية، وتحديدا في مياه بلبيس المرعبة. قامت فرق الإنقاذ باصطياد تمساح عملاق روع الآمنين والسكان المحليين لمنطقة الزوامل في بلبيس محافظة الشرقية، وانتقلت بعثة من ناشونال جيوغرافيك ومعها نتفليكس لمشاهدة هذا الكائن العملاق، وأجرت بعض اللقاءات مع السكان المحليين لنرى ماذا حدث مع هذا الكائن المتوحش. فهيا بنا لنعلم ماذا حدث ونوثق تلك اللحظات المرعبة. كنت ذاهبا إلى صلاة العصر كالعادة ومعي صديقي الحاج عبد السلام، ولمحت شيئا يلعب على حافة المصرف. ذهبت لأتأكد ما هو وانتظرني الحاج عبد السلام في الخلف، فهو لئيم بعض الشيء. ظننته أحد القراميط يبلبط في مياه المصرف، ولكني عندما اقتربت لم يكن قرموطا أبدا. يا إلهي، لقد كان تمساحا مرعبا. وضعنا الجلابيب في فكينا وهرعنا بالجري، هيا يا حاج عبد السلام لننفذ بعمرنا. كانت لحظات مرعبة لا أريد أن أتذكرها. في الكثير من الأحيان نأخذ الزورقة أنا وأصدقائي ونقوم بجولة في المياه للاستجمام وسماع بعض الموسيقى والنظر إلى الفتيات في البر الثاني وهم يغسلون الأواني في الطشوط. ما علينا. ولكن فجأة نظرت إلى صديقي محمود وقلت له: هل فعلت ذلك؟ شعرت باهتزاز خفيف في القارب، فقال لي: أنا لم أفعل شيئا. ولكني نظرت إلى أسفل وجدته أسفل القارب. نعم، طوله كان يقارب 6 أمتار، وبحركة واحدة انقلب القارب وصرنا نحن أسفل في المياه. نعم، مع هذا الكائن المتوحش. هرعنا جميعا سباحة إلى الشاطئ وهو خلفنا يكاد أن يلحق بنا، ولكن حمدا لله وصلنا إلى الشاطئ في الوقت المناسب. وللأسف أضعنا حتة بنتين كنا سنشربها وقت الاستجمام. الحمد لله. كنت ألعب أنا وأصحابي على حافة المصيف كالعادة، وكنا نلعب لعبة الحفرة بالبلي، وطارت مني بلية وذهبت إلى ناحية المصرف، فذهبت إلى المصرف لكي ألتقطها، وعندما مددت يدي وجدت البلية، نعم، ولكني وجدت شيئا ضخما يفتح فاه هكذا. يا ويلي، يكاد أن يبتلعني أنا وأصدقائي. قلت له: يا رجالة يا رجالة، هيا بنا فلنجري جميعا، إنه تمساح طاردنا على اليابسة، ولكننا استخبينا في آم، غيطان الكرنب ونجونا بأعجوبة. لا أريد أن أتذكر تلك اللحظات أنا وأصدقائي، ومنذ ذلك الحين ونحن لا نقترب أبدا من المصرف. إنها لحظات تحبس الأنفاس. انتقلت بعثة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي ونتفليكس، وسوف يقوم بعمل فيلم وثائقي، وسوف تقوم نتفليكس بإنتاج نسخة سينمائية مصرية عن فيلم كرول، وسيكون كرول 2 بطولة كريم عبد العزيز وهنا الزاهد ودينا الشربيني في دور التمساح. والآن سننتقل معا لنرى ذلك الكائن المرعب المتوحش الذي أرعب بلبيس أياما وليال. خلاص يا عم، انا ما بحضركش، هو بكلمك. ايوه يا ريس، تمساح الزوامل ده كده تمام. البنزينة بتاعت التعاونة. ورا مصنع الكرتون، ورا مصنع الكرتون.
غير اني معكم ما يكملش سنه. ايه ده؟ فين بتوع المونتاج؟ فين يا جدعان اللي مركب الحلقه دي؟ فين الكائن المتوحش يابا؟ ده التمساح المتوحش؟ ده القرع بالامينين؟ 90 سنتي؟ 90 سنتي؟ يعني انا بضحك على الناس ولا بنعمل لهم فيديو اي كلام؟ لا تلغي ايه بعد ده كله؟ هلمها. روق اهدى بالله. هلمها. قررت بعثة نتفليكس وناشونال جيوغرافيك تأجيل عرض فيلم كرول عن ذلك التمساح، وقررت أن تضعه في إحدى دور الرعاية بعد أن تطعمه وترضعه وتعطيه الرعاية اللازمة حتى يكبر ويصير تمساحا كبيرا، وعندها سوف يقومون بإنتاج الفيلم. بالصلاة على النبي. بس يا صديقي احنا خلصنا. طبعا الموضوع كان فاجئني بصراحة، واللقطات والصور اللي احنا جبناها والفيديو اللي احنا جبناه التمساح طلع قد كده. ده لو اي عامل عيالي كان بيلعبوا بيلي على المصرف انت شاورت له وقلت له ولا انا هجيب لك كيسين اندومي كوري، كان راحوا جابوه من ديل امه. فيعني طبعا ده ما بيقللش من شأن الناس طبعا اصطادوه، طبعا الناس المحترمه دي، وحتى على فكره بقى لا مؤاخذه لو كان اكبر من كده كانوا هيجيبوه يعني بصراحه. بس مش كده يا جدعان، ده غلبان، ده كان لسه جاي يبدأ حياته في الافتراس عندنا، يعني لسه بيقول يا هادي. ده لو شاف مقطع من بتوع ده مسيح النيل اللي في نهر مارا على ناشونال جيوغرافيك، والله التمساح ده يعمل على روحه. ده كيوت، ده غلبان قوي قد كده. يلا ما علينا، الحمد لله ان احنا خلصنا الاهالي منه، وانتهى رعب مياه بلبيس القاحله.